إنني أريد في هذه الخطبة أن أبين لكم كيف نقل الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى زمان تدوينها، حتى تعلموا هذه الافتراءات التي ما تخرج صحيفة يوميا إلا وهي تحمل جزءا من هذه الافتراءات على الله ورسوله. حق النبي على أمته. مضى العصر الأول في حياة هذه الدعوة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم بدأ الصحابة يحملون هذا الدين بعد غياب المصباح المنير، وكانوا يضعونه في سويداء القلب، فانتشروا في الأمصار بعدما صاروا علماء. حق النبي على أمته قبس من حياة الصحابة. فانظر إليهم كيف كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائلهم لعل الناقل غير معصوم، لعل الناقل يكذب، لعل الناقل ممكن يخطئ، لأنهم كانوا يعظمون رسول الله. قبس من حياة الصحابة. وها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فحدث أبناءه ذات يوم كما رواه عنه ابنه سالم، وكان عبد الله مريضا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا؟ لا، احنا طبعا مش ممكن نسمح بهذا، وسنمنع النساء من ارتياد المساجد حتى لا يكون ذريعة إلى الفساد بحجة المسجد. فحصبه عبد الله بن عمر، وقال في رواية له: أف لك، أخرج، وطرده، وما سمح له أن يدخل عليه إلى أن مات عبد الله بن عمر. إنه تعظيم وإجلال. نقل الصحابة هذا الحب وهذا الإجلال وهذا التعظيم نقلا عمليا إلى التابعين، فصار التابعون يعظمون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضونه، ولم يكن ثمة كذب ذي بال. ها هم الصحابة، فماذا بقي لنا؟ ما بقي إلا الكلام المجرد، وأننا ندك مواقع المبتدعة ونصوب إليهم سهاما مؤثرة يرميها الرماة عن دين الله تبارك وتعالى. أهل السنة، فما ناظر أهل السنة أحد ولو كان من خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه. أهل السنة. ولا كافحهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا أكبوه على وجهه وبطحوه. أهل السنة لهم الحجة البالغة ومعهم الأدلة الدامغة. والمبتدعة، فإن المبتدعة لم يصبروا في موقعة أمام أهل السنة. وللمبتدعة خطة تواصوا بها وهم سائرون عليها، أنا أكشفها لكم. هذه الخطة أنهم خونة في النقل. والمبتدعة، لقد عهدنا هذا من أهل البدع، أنهم إذا ردوا على أهل السنة غيروا الكلام وبتروا السياق. حق النبي على أمته. أيها الإخوة الكرام، إن جعلنا السنة قضية من القضايا لأمر في غاية الأهمية. لا ينبغي أن نعامل السنة على أنها نصوص في الكتب. حق النبي على أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حق النبي على أمته. حق النبي على أمته. خطبة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الجمعة الفائتة عن أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ الدين، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئاً قط، وأنه صلى الله عليه وسلم ما نطق عن هوى نفسه أبداً، ولو كان ناطقاً عن هوى نفسه لبرأ عائشة رضي الله عنها مما افتراه المفترون عليها في حادثة الإفك، مع رغبته في ذلك ومحبته لذلك وحاجته إلى ذلك. ومع ذلك ظل شهراً كاملاً ينتظر الوحي وأن يفصل الله عز وجل في أمرها حتى كان ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتم قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فنحن نعلم بالضرورة القاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة على أكمل وجهها، وكان أميناً كما وصفه الله عز وجل في كتابه على هذا الدين. وإنما نذكر ذلك ليتأسى خلفاؤه بهذا الخلق، فيكونوا أيضاً أمناء على هذا الدين مثلما كان هو أميناً عليه في حياته. وتماماً لهذه الأمانة نتكلم في هذه الجمعة عما أثاره بعض الناس، وإن كنا لا نرفع له رأساً ولا يزن عندنا شيئاً، فإننا ما قصدنا أن نرد عليه بذاته، لكنه أراد أن يحيي مذاهب المبتدعة في إنكار السنة. لكن الله عز وجل يوفق عبداً ويخذل آخر. ومن تمام الخذلان أنه ابتدأ بإنكار الشفاعة فهاجت الدنيا عليه، فلما أراد أن يرجع خطوة إلى الوراء حتى يصحح هذا الخطأ الجسيم فصححه بخطأ هو أعظم منه، فكتب مقالاً بعنوان: ليس إنكاراً للسنة. وكان ينبغي أن يقول: هو إنكار للسنة، لكن على عادتهم في تسميتها بغير اسمها، فأتى بأشياء لا يعرفها إلا أهل العلم، لا يعرف بطلانها إلا أهل العلم. وللمبتدعة خطة تواصوا بها وهم سائرون عليها، أنا أكشفها لكم. هذه الخطة أنهم خونة في النقل، إذا نقل كلاماً لا تسلم له، راجع المصدر الذي نقل منه فستراه قد بتر الكلام أو غيره. لقد عهدنا هذا من أهل البدع،
أنهم إذا ردوا على أهل السنة غيروا الكلام وبتروا السياق، فإن المبتدعة لم يصبروا في موقعة أمام أهل السنة، فما ناظر أهل السنة أحد ولو كان من خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه، ولا كافحهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا أكبوه على وجهه وبطحوه. لهم الحجة البالغة ومعهم الأدلة الدامغة. لما نقل هذا الكاتب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حرق صحفا عنده كانت تشتمل على نحو 500 حديث، وحرقها وعلل ذلك بقوله: خشيت أن أكون أخذت حديثا عن رجل غير ثقة أو غير أمين، فأراد أن يحتاط لنفسه، فجعل يتقلب في فراشه في هذه الليلة لا يستطيع النوم، فلاحظت عائشة ذلك فقالت: ما لك يا أبتي تتقلب ولا تنام؟ قال يا ابنتي ذكرت أحاديث كتبتها أو هي عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون تحدث ببعضها رجل ليس بذاك، هات الأحاديث، وحرقها. ثم لعلمه أن الجماهير لا تقرأ وأنها لا تراجع، أو أنه يخاطب الصم البكم العمي، كتب المصدر الذي استقى منه هذه الحكاية فعزاها إلى كتاب تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وكان إمام المحدثين في زمانه، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أول ما بيذكر المصدر بالجزء والصفحة، أنت كقارئ تقول بينك وبين نفسك: أكيد الرجل نقل نقلا صحيحا، لأنه لا يمكن رجل كاذب يدل الناس على كذبه أبدا. يبقى إذن طالما أنه قال جزء كذا صفحة كذا، هذا الرجل متأكد 100%. فلما رجعت إلى تذكرة الحفاظ وجدت الحكاية فعلا كما نقلها، ولكنه ترك جملة في منتهى الأهمية عقب هذه الحكاية مباشرة. قال الذهبي صاحب الكتاب: وهذا لا يصح. فكيف كتم هذه العبارة؟ الذهبي يقول أن هذا الخبر لا يصح، وهو خبر منكر فعلا، وقد ساق الذهبي سنده من كتاب تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري، والسند لا تقوم له قائمة، والذهبي الناقد أدى الأمانة وحكم على هذا الإسناد أنه لا يصح. فكيف كتم كلام الذهبي؟ فيأتي بما ليس بحجة ويحتج به علينا. ثم يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقد رآنا نكتب، قال: أكتاب مع كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله وأخلصوه. قال أبو هريرة: فجئنا بهذه الكتب فحرقناها. هذا الحديث أورده الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة عبد الرحمن بن زيد، وقال: هذا حديث منكر. ثم يأتي على خبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان يضرب الصحابة في رواية الحديث، وأنه حرق أحاديث، وأنه أنكر على بعض الصحابة أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزى هذا إلى كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي، جزء 2 صفحة 39.
لما ذهبنا إلى الكتاب وجدنا أن ابن حزم عقد فصلا كاملا اسمه فصل استحباب الإكثار من السنن، ضعف كل الآثار الواردة عن عمر، أنه نهى أو أنكر على من يكثر من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ بهذا التصرف يسقط هذا الرجل تماما، لأنه خائن يأتي على الذي أسقطه ابن حزم ويحتج به علينا كأنه صحيح ثابت، ويأتي على الذي قال فيه الذهبي لا يصح ويحتج به علينا، وهو يظن أن الناس لا يقرؤون. ثم هو بعد ذلك يقول: وقد ثبت في الحديث المتفق على تواتره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه. فنحن نقول: من الذي زعم في الدنيا كلها أن هذا الخبر متواتر، فضلا عن أن يقال اتفقوا على تواتره؟ ثم إنه لا يخلو أن يكون المتفقون على تواتره هم أهل الحديث، فما باله يحتج بأهل الحديث في هذا الموضع ويرد كلامهم في سائر المواضع؟ ثم هذا الحديث الذي يزعم أنه متفق على تواتره من حديث أبي هريرة، والراوي أبو سعيد الخدري، وليس هذا من حديث أبي هريرة. ثم إن هذا الحديث الذي يزعم أنه متفق على تواتره، من الذي رواه؟ هو بعد ما كتب الكلام ده قال: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق الأحاديث لأن الرواة غير معصومين وممكن يقعوا في الكذب، فحتى لا يقع الكذب في الأحاديث أحرق الأحاديث. فنحن نسأل: وهذا الخبر الذي احتج به من الذي رواه؟ ملائكة كرام معصومون من الخطأ، أم رواة أيضا وبشر أيضا يصيبون ويخطئون؟ فلما جعل هذا متواترا في أعلى درجات التواتر كأنه رواه ملائكة كرام، ورد الأحاديث الأخرى بدعوى أن الرواة غير معصومين؟ وهكذا كل من دخل في غير فنه لا بد أن يبتلى بمثل هذه التناقضات. وكان الرجل مستور الحال إلى أن فضح نفسه. أيها الإخوة الكرام، إنني أريد في هذه الخطبة أن أبين لكم كيف نقل الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى زمان تدوينها، حتى تعلموا هذه الافتراءات التي ما تخرج صحيفة يوميا إلا وهي تحمل جزءا من هذه الافتراءات على الله ورسوله، حتى حق للمرء أن يتمثل بأبيات قريط بن أنيف، ويا لها من أبيات قوية قال فيها: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. ما بقي إلا الكلام المجرد، وأننا ندك مواقع المبتدعة ونصوب إليهم سهاما مؤثرة يرميها الرماة عن دين الله تبارك وتعالى.
وقد كنا نتمنى أن تكون السنة قضية حياة، وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وأصلنا، ومع ذلك لم يستجب الجماهير، حتى أتى هذا الآتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع المسلمون جميعا على ثبوتها، واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من أهم خصائصه، حين يقول جميع الأنبياء على جلالة قدرهم: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون إشفاقا على أنفسهم، فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها، ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. إنما قال يوم القيامة لأن الجاحدين في الدنيا كثيرون، الذين يجحدون سيادته كثيرون، لكن لا يجحد أحد سيادته يوم القيامة، لأن الكل محتاج إليه، وتتم سيادته حين يتفرد بها، لا يكون معه أحد يقاسمه السيادة. ولذلك أردف قائلا: ولا فخر. فاعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتك الله ستره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الجليل الذي لم يصنف مثله قط في بابه، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر أن الله تبارك وتعالى ينتصر لنبيه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن رسوله. يا أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لم يسلم نبيه للناس ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها. أكل عسلا عند بعض زوجاته، فقالت عائشة وحفصة: أكلت مغافير، فحرم المغافير على نفسه إرضاء لهما، فنزل عتاب الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال لزوجاته اللواتي اجتمعن عليه في هذا الأمر، قال لهن: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معنى الآية: أنا لا أسلمه لكم أبدا، حتى لو كان في قضية مغافير قضية سهلة وقضية بسيطة، لا أسلمه لكم أبدا. أنا وليه، وجبريل وليه، وميكائيل وليه، والملائكة أولياؤه، ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك. فإذا كان هناك بشر كل هؤلاء أولياؤه، وعلى رأس هؤلاء رب العزة، أفيغلب؟ أفينال منه؟ ولذلك فإن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن النبي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حدثني كثير من الفقهاء والعلماء الذين كانوا يحاصرون الروم، قالوا: كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين وثلاث حتى نكاد نيأس من فتحه، وإذا بأهل الحصن يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح الحصن بعد أيام. قال هؤلاء العلماء: فكنا نتباشر بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع.
أول ما يسب الرسول يبقى عرفنا أن الفرج وصل، أول ما يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيع القدر، وهو الذي أرسله رب العزة تبارك وتعالى وتولى الدفاع عن نفسه. قال تعالى: والله يعصمك من الناس، يعني لا يصل أحد إليك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه رب العزة تبارك وتعالى جاء العرب كما تعلمون وهم في جاهلية وشر، فبدأ ينشر هذا الهدى ويكلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكلم في الوقائع وفي الأحكام. فكان من الصحابة من يحضر مجالسه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هناك داع تكلم بما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتكلم كلمة اشترط أن يجمع الناس جميعا، لعلمه أن الناس في تجاراتهم وزراعاتهم وحياتهم، فكان يتكلم بالكلمة ويخطب الخطبة فيحضر جماعة من المسلمين فينقلون هذا إلى غيرهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولم يظهر كذب قط بينهم. لهذا كان الواحد منهم إذا سمع جاره أو إذا سمع رفيقه سلم به، حتى فيما تواتر عندهم وكان مقطوعا لديهم بثبوته وحكمه، كالقبلة مثلا. كانوا يصلون 17 شهرا أو 16 شهرا إلى بيت المقدس، فبينما هم يصلون ذات يوم إلى بيت المقدس صلاة العصر إذ جاء جاء وهم ركوع وقال: أشهد أنني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فاتجهنا إلى البيت الحرام، فاستدار القوم جميعا وهم ركوع واستقبلوا البيت. ما كان هناك كذب أبدا، كان الواحد منهم يؤتمن على أعظم من ذلك، ولا يخون ولا يبدل. كيف يخون وهم الذين فارقوا الأهل وفارقوا الأموال والديار والأوطان لهذا الدين؟ أفيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي بين ظهرانيهم ورثوا الصدق؟ وها هو كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأظل النبي قادما من تبوك ودخل عليه كعب فقال له كعب: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد أوتيت جدلا، ولكنني لو حدثتك بحديث ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله. فكانوا يعلمون أن الله ينبئ نبيه بالوقائع، فكان الواحد منهم يفرق ويخاف، فتعلموا الصدق. يعني مثلا خبر حاطب بن أبي بلتعة، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين معهما، قال: ائتوا روضة خاخ تجدون ضعينة بها في عقاصها كتاب، ائتوني به. وحاطب جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري القصة، فلما انطلق علي والمقداد وجد المرأة فعلا، فقال لها علي: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قال: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. ففكت المرأة ضفيرتها وأخرجت الكتاب
منه، فأخذه علي بن أبي طالب ما فتحه، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يكشف خبر الجيش وأننا متوجهون إليكم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. فحينئذ استشاط عمر غيظا وقام فقال: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنقه. فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني أردت أن أتخذ لقرابتي يدا بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. فكرر عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان الله عز وجل يبلغ نبيه بالوقائع، لذلك قال عبد الله بن عمر: ما كنا نتبسط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائنا. ليه؟ يخشى إذا تبسط مع المرأة ينزل وحي يحرم عليه الذي فعل أو يعاتب الذي فعل، فكلهم كانوا خايفين أن ينزل وحي. قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وتبسطنا، حيث أنهم أمنوا من نزول الوحي. فورث الصحابة الصدق، حتى قال جندب ابن عبد الله البجلي وابن عمر وجماعة من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فكان الإيمان سابقا على القرآن فصدقوا وسلموا بمقتضى الإيمان السابق على الوحي. قال ابن عمر: وإنه يأتي بعد ذلك أقوام يشربون القرآن شرب الماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. مع إسناد وأسانيد، وبيقرأ بالعشرة والأربعتاشر والواحد وعشرين، ومع ذلك لا يقيم حدود القرآن. قال قائلهم وهو ممن يقرأ بالعشرة وله صيت: لما جاء على الغداء قال لصاحب الدار: ربنا آتنا من لدنك لحمة. معه أسانيد ويعرف يقرأ بالقراءات السبعة والعشرة والأربعتاشر، حتى الشاذ يقرأ به، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام. ولو قال كلمة كهذه عند الصحابة لكان لهم موقف شديد منهم. يقول ابن عمر: يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. فهؤلاء الصحابة الذين خرجوا من ديارهم وأوطانهم وتركوا أولادهم وفرق هذا القرآن بين الوالد وولده والرجل وامرأته، مستحيل يتصور في هؤلاء أن يكذبوا. ومضت سيرة الصحابة كذلك، وكانوا حريصين على العلم أشد الحرص، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني عمرو بن عوف، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بخبر ذلك اليوم من وحي أو غيره، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. فجاء هؤلاء المبتدعة فقولوا أمير المؤمنين عمر قولا لو أن عمر كان حيا لأقام عليهم الحد. فزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يقبل الخبر من واحد،
حتى يعضده ثان وثالث. فقالوا إن عمر ما كان يسلم بخبر واحد. ما دليلكم؟ أتوا بأدلة صحيحة، منها ما هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: استأذن أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب يوما فلم يأذن له، استأذن 3 فلم يأذن له، فانصرف أبو موسى. فلما فرغ عمر قال: كأن عبد الله بن قيس كان بالباب. قالوا: نعم. فقال: علي به. فجيء بأبي موسى قال: ما حملك على أن انصرفت؟ فقال أبو موسى: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني بشاهد على ذلك أو لأفعلن به. قال أبو سعيد: وكنت في مجلس للأنصار فجاءنا أبو موسى مذعورا وقال: حدث كذا وكذا. فتعجب الجلوس أن تخفى مثل هذه السنة على عمر مع اهتمام عمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جعل بينه وبين صاحبه نوبات حتى لا يفوته شيء من العلم، وكان من أكثر الناس ملازمة بعد أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صح عن ابن عمر وغيره أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، من شدة ملازمتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الملازمة وتفوته سنة الاستئذان، فتعجبوا من هذا الأمر فقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. قال أبو سعيد: وكنت أصغر القوم، فقمت معه فشهدت عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. شوف أهل البدع، قلت لكم خول يحتجون أن عمر ما كان يقبل الخبر إلا من 2، قال لك إنه لم يقبل الخبر من أبي موسى حتى عضده أبو سعيد، مع أن الرواية فيها الجملة الآتية: فالتفت عمر إلى أبي سعيد وقال له، إلى أبي موسى وقال له: أما إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. واضح، أما إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله شديد. ثم إن عمر كان يقبل الوحي من جاره الأنصاري وهو فرد واحد، وكان يسلم لهذا الجار ما ينقله من خبر ذلك اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى عصر الصحابة ليس فيه بحمد الله كذب. نعم، يرد بعضهم على بعض في معاني الأخبار، لكن لا يكذب بعضهم بعضا في النقل أبدا، كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار. فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم، الماء الساخن يعني؟ فقبض أبو هريرة حصيات حتى ملأ كفه بالحصى وقال: أشهد عدد هذا الحصى.
أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم قال لابن عباس: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما كذب أبا هريرة ولا قال له لم تسمع، إنما نازعه في دلالة الخبر، وهذا أمر وهذا باب واسع، ولا مشاحة أن ينازع المرء في دلائل الأخبار. أما مسألة التكذيب أبداً ما حدث أن صحابياً كذب صحابياً، إنما كان يستثبته، يقول: انظر ما تروي، هل سمعت حقاً؟ إنما لا يقول له لا لم تسمع أو يكذبه، لا. مثل الواقعة التي رواها الشيخان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل مرة عن الجنب لا يجد ماء، ماذا يفعل بالصلاة؟ قال عمر: لا يصلي حتى يجد الماء. وكان في الجالسين عمار بن ياسر، فقال عمار: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في غزوة كذا وكذا فأجنبنا، فأما أنا فتمعكت تمعك الحمر، خلع هدومه وقعد يلف على الرمل بجسمه مثلما يتمعك الحمار لما يهرش كده في الأرض، وأما أنت فلم تصلي. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصنا عليه ذلك، قال: كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. أما تذكر يا أمير المؤمنين هذه الواقعة؟ فقال عمر: يا عمار اتق الله. عمر نسي الواقعة تماما، فيقول: يا عمار اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، لو شئت ما حدثتك، إذا كنت عايزني أسكت. فقال: لا، بل نوليك ما توليت. طالما تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو على عهدتك، لكن لا يكذب أبدا. فمضى عصر الصحابة، وهذا العصر الفاضل الذي لم تشهد البشرية له نظيرا حتى الساعة التي يتكلم فيها. مر هذا العصر كأنصع ما أنت رائل، ليس فيه شيء اتهام بالكذب أبدا، إنما الاختلاف في دلالة المعاني هذا باب واسع، وقد اختلف الصحابة على نحو ما سنذكره إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مضى العصر الأول في حياة هذه الدعوة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم بدأ الصحابة يحملون هذا الدين بعد غياب المصباح المنير، وكانوا يضعونه في سويداء القلب، فانتشروا في الأمصار بعدما صاروا علماء، انتشروا في الأمصار، فكل واحد عنده من العلم ما ليس عند الآخر، يشتركون في بعض العلم وينفرد بعضهم عن بعض ببعض العلم، فنقلوا هذا الحب والتعظيم للسنة إلى التابعين. وفي هذا أدلة ومواقف وحكايات، منها ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجب التمتع في الحج، كان يوجب متعة الحج. حج التمتع أن تأتي بالعمرة
بين يدي الحج في أشهر الحج. تأتي بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. فإذا نويت الحج من عامك فاعتمرت في شوال فهذه تكون عمرة الحج، تبقى ده اسمه حج التمتع. فكان ابن عباس يرى وجوب المتعة، فناضله في ذلك ونازعه في ذلك عروة بن الزبير. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قالوا: يقول إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن متعة الحج. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. فكانوا يعظمون ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو عمر بن الخطاب يضرب بعض الصحابة على صلاة الركعتين بعد العصر، وكان عمر يضرب عليهما وينهى الناس عن الصلاة بعد العصر. فقال له ذلك الصحابي، أظنه هو زيد بن خالد، فقال له زيد بن خالد: يا أمير المؤمنين اضرب، فوالله لا أدعهما بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما. فقال له عمر: يا زيد، إنما خشيت أن يتخذها الناس سنة. وكان من أمر عمر رضي الله عنه الاحتياط، كان شديد الاحتياط. وها هو عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يرى ابن أخ له يحذف بحصى. الحذف بالحصى أنك أنت تضع الحصايا بين أصبعيك ثم ترمي بها. فقال له عبد الله: يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحذف ويقول إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. لما بتحذف هكذا بالحصاة ممكن تضيع عين أخيك أو ممكن تكسر سنته، لكن لا تستخدم هذا لا بتنكأ عدو ولا بتصيد صيد، يعني ليس لها فائدة بل لها مضر. فكف الغلام عن الحذف ثم عاد إلى الحذف، فمر به عبد الله بن مغفل فوجده يحذف، فقال: أولم أنهك عن ذلك؟ ألم أقل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف؟ والله لا كلمتك أبدا، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فحدث أبناءه ذات يوم كما رواه عنه ابنه سالم، وكان عبد الله مريضا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل المكان الملتف بالأشجار زي الغابات كده. يريد أن يقول يعني إن المرأة ستتخذ الخروج إلى المسجد ذريعة، كل ما تحب تعمل حاجة تقول لك أنا رايح الجامع. لا، إحنا طبعا مش ممكن نسمح بهذا، وسنمنع النساء من ارتياد المساجد حتى لا يكون ذريعة إلى الفساد بحجة المسجد. فحصبه عبد الله بن عمر وقال في رواية له: أف لك، اخرج، وطرده، وما سمح له أن يدخل عليه إلى أن مات عبد الله بن عمر. وهذا عبادة بن الصامت أبو الوليد كان يغزو الروم مع معاوية بن أبي سفيان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم،
فوجد عبادة أن الناس يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: أيها الناس إنكم تأكلون الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل من غير نظرة، أي بدون مسافة، ليس إلى أجل. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، ما أرى به بأسا إلا أن يكون إلى نظرة. فقال له عبادة، وكان معاوية أمير أهل الشام في زمان عمر بن الخطاب، فقال له عبادة: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنا؟ لئن أرجعني الله لا ساكنتك في بلد. فلما رجعوا من غزو الروم إلى الشام حمل عبادة بن الصامت متاعه ورحل إلى المدينة. كم بين المدينة وبين الشام؟ مسافات، تحمل طول المسافة كلها إنكاراً لما قاله معاوية، مع أن معاوية لما قال ما قصد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال أرى ذلك اجتهاد منه، لكنه في مقابل النص فلم يقبله عبادة. فدخل عمر بن الخطاب المسجد في صلاة الفجر فوجد عبادة بن الصامت، فقال: ما جاء بك يا أبا الوليد؟ ما جاء بك؟ عمر عارف أين عبادة وأين فلان وأين فلان، فقص عليه الخبر وإن الوضع كذا وكذا وكذا. فقال عمر: قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك يا أبا الوليد، ارجع. وكتب إلى معاوية أن الأمر على ما قال عبادة ولا إمرة لك على عبادة. فانظر إليهم كيف كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائلهم لعل الناقل غير معصوم، لعل الناقل يكذب، لعل الناقل ممكن يخطئ، لأنهم كانوا يعظمون رسول الله. هذا الذي يقول إن الرواه غير معصومين أما أرسل ولده يوما لقضاء حاجة أو إلى نقل خبر فجاءه ابنه فقال: يا أبتي الخبر كذا وكذا، أو فلان يقول لك كذا وكذا؟ أكيد حصل. هل خطر بباله أن يكذب ولده وأن يقول إن الولد غير معصوم، لعل الولد أخطأ، لعل الولد وهم؟ لا، إنما يقبلون في حياتهم ما لا يقبلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل هذا إلا من في قلبه غش، كما قال مالك رحمه الله: وإنما قلنا ذلك وإن كنا لا نعلم ما في القلوب، لأن القرينة التي وجدناها في الخارج تدل على ذلك. وقد قلت لكم قبل ذلك ونحن نتحدث مرة حديثا عابرا أن هذا الرجل الذي كتب هذا المقال سلم نفسه ودخل غرفة العمليات بخبر الطبيب الذي قال له: لا بد أن نجري لك عملية. فلما لم يقل للطبيب: أنت بشر وممكن تغلط، وكم من الأطباء كتب دواء خطأ، كم من الأطباء ما لا يحصي إلا الله، أو إنه عجز أو لم يستطع تشخيص المرض فكتب دواء لداء آخر. فلما لم يقل للطبيب: أنت بشر وأنت فرد وأنت غير معصوم واحتمال تخطئ، لابد أن تجمع علي الأطباء جميعا فيكون القرار بالإجماع إن أنا أعمل عملية؟ نحن لو قلنا له ذلك لاتهمنا بقلة العقل، وقال إن ده أفضل طبيب في الدنيا، ده رجل ماهر، ده رجل بيفهم، ده رجل بقاله في التخصص 30 سنة 40 سنة، ولا أنكر علينا.
مع أن الطبيب ممكن يخطئ وهو فرد. فكلما جاءه خبر لا يعرف وجهه أو لا ينطبق على هواه قال لك الرواة غير معصومين واحتمال يغلطوا إلى آخر هذا المهي عن المتسع الذي لا آخر له إلا الخروج من السنة والجماعة. نقل الصحابة هذا الحب وهذا الإجلال وهذا التعظيم نقلا عمليا إلى التابعين، فصار التابعون يعظمون خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضونه، ولم يكن ثمة كذب ذي بال، إنما بدأ الكذب سنة 40 هجرية بعد بقى ما قتل عثمان وقتل علي وبدأت الفرق تظهر في الإسلام. حينئذ بدأ الكذب، فوقف له الصحابة بالمرصاد والتابعون بالمرصاد ووضعوا منهجا علميا في قبول الأخبار لا نعلم أمة من الأمم وفقت إلى هذه القوانين في قبول الرواية وتطبيقها مثلما وفق المسلمون فيها على نحو ما سنذكره إن شاء الله عز وجل بعد الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.